ده يا جماعه نشيد الانشاد، واللي عامله واحد شماس ارثوذكسي. قد ايه حلوة رجليكي بالنعلين يا عيني. يا بنت النبيل، دواير في خيدك زي الجواهر، في خادك. صنعة ايدين فنان، سرتك كاس متدورة صح. ما ينقصهاش المخلوط، اه. بطنك كومة قمح قمح. متصورة بزهور السوسن، صدرك ولدين غزالة توأم. في ايه يا جماعه مش كده؟ شايفين يا جماعه بنشغل نشيد انشاد مثلا عشان تطلعوا تقولوا قيم المجتمع وازدراء اديان؟ فين احنا غلطنا يا جماعه؟ كلام بنسمعه كلام جميل، كلام جميل يا جماعه. عينيكي زي البرك في حجبون عند باب بث ربيم، مناخيرك زي برج لبنان اللي بيبص ناحية دمشق، راسك عليكي زي الكرمل وشعر راسك زي أرجوان، ملك مقصور بالخصل. قد ايه بقيتي حلوة. احنا بقى بنشغل الكلام ده؟ ما بنشغلش الكلام ده. اولا بعتذر يعني، بس الاخوات عارفين ان ده بالنسبه لهم كلام الله، ولازم نسمعه لهم ونعرفهم ان احنا هنا مش بنتكلم بشيء من دماغنا، واحنا بنتناقش في الايمان المسيحي بكل هدوء وبكل احترام. اللي قاعدين في البيت يعرفوا اللي احنا شغلناه ده الكتاب المقدس عند المسيحيين، بس بلغه شعبيه، هم اللي عاملينها مش احنا. خلاص، ده اللي احنا شغلناه ده الكتاب المقدس عند المسيحيين وعند اليهود برضو على فكره. ده بالنسبه لهم كلام الله. هل احنا بقى بنشغله في البث ولا هو اي حاجه؟ خدوا معاذ. وبعدين ازدراء اديان فين؟ مش فاهم يعني، فين الازدراء اللي احنا عملناه؟ فين؟ انا نفسي الاقي حد يجي يقول لي فين حد مسيحي يقدر يطلع يقول لي فين الازدراء.